ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض التونه السريعه بطريقه حلوه جدا وموفره كمان. وكمان هنحفظها مده طويله معانا. يلا بينا نشوف احنا عملنا الطريقه دي ازاي مع بعض. عندي هنا 2 كيلو سمك ماكريل. المفروض كمان التونه بتتعمل من سمك التونه الاصلي. لكن طبعا احنا عاملينها بطريقه اقتصاديه على قد ايدينا. وفي نفس الوقت كمان مش متوفرة قوي سمكة التونة وغالية جدا كمان. احنا هنا نضفنا السمك كويس جدا، وبعد كده فتحناه ونضفناه وشطفناه تحت الحنفية. وبعد كده السمكة الواحدة قطعتها على 3. تمام. يفضل كمان اللي احنا نجيب السمك الكبير، المكريل الكبير. يعني ال2 كيلو دول عملوا معايا 5 سمكات. كمان هنا عندي انا كوباية زيت، عندي هنا كوباية ليمون، وكمان نص كوباية خل، و3 كوبايات مية. تمام. هنا عندي حلة حطيت فيها السمك. تمام. هضيف بقى عليها كوباية الزيت اللي قلنا عليها، وكمان هضيف الليمون والخل زي ما قلنا. الطريقة دي انا مش حاطة فيها ملح خالص. انتي تقدري كمان اللي انتي تحطي ملح على بسيط، ما تكتريش الملح عادي، او تكتفي زي ما انا حطيت عصير الليمون وخلاص. تمام. حطيت كمان 3 كوبايات المية. هنا بتغلي على البوتاجاز، هنسيبها حوالي نص ساعة وهي بتغلي كده. الريمة اللي على الوش دي هنشيلها بالمعلقة. زي ما قلنا ما ضفناش اي ملح خالص. لو انت عايزة تضيفي شوية ملح بسيطة ضيفي. كمان لو ضفتي ورق لورا هيبقى حلو جدا. حطي 3 ورقات لورا، بيشيل اي زفارة. وممكن كمان تضيفي 3 فصوص توم، بيدوا ريحة حلوة برضو. هنسيبها تغلي كده على نار متوسطة، وبعد كده نص ساعة، وبعد كده نهدي النار لمدة ساعة. تمام. على نار هادية خالص. وزي ما قلنا هنشيل الريمة. السمك استوى معانا زي ما احنا شايفين. عشان نقشره بمنتهى السهولة لازم يكون عندنا طبق تاني فيه مية بتلج. السمك هنا عندنا سخن، هنعمله صدمة على طول في المية بتلج او مية ساقعة جدا. زي ما احنا شايفين بصوا، اول ما حطيناه في المية الساقعة القشرة بتطلع بمنتهى السهولة معانا، من غير بقى ما نكحته ولا اي حاجة خالص بسكينة. شايفين بتطلع بمنتهى السهولة عشان عملنا لها صدمة مية بسقعة او مية بتلج. السودا برضو لو عايزة تكحتيها بالسكينة عادي مفيش اي مشكلة. والشوك تقريبا اتهرى خالص من الليمون والخل. هنا بعد ما خلصناه خالص شايفين عامل ازاي. لو في اي شوك ولا السلسلة اللي من جوه شيليها، اي شوك شيليه. بس هتلاقي الشوك اتهرى معاكي عشان الخل اللي احنا حطيناه والليمون. شايفين الشكل جميل ازاي وابيض ازاي، لونه ابيض مش اسود، عشان طبعا الليمون اللي احنا حطيناه والخل. ممكن بقى ناكله كده عادي خلاص كده، يتحط عليه شطة وزيت وناكله عادي. وممكن زي ما هو كده نحطه ببرطمان. وفي المحلول اللي هو اتغلى فيه او الشوربة بتاعته هنبردها خالص ونحطه في علبة تكون نضيفة ولها غطا محكم طبعا. هنحطه فيها ونحط فيها المحلول، ومن فوق الوش عصرتين ليمون كده او معلقتين ليمون. تمام. عصير ليمون. وبعد كده نحط من فوق الوش زيت. تمام. لازم الوش كله يتحط فيه زيت كده، تقدري اللي انت تحفظيه في التلاجة لمدة شهر كامل وتطلعي منه على قد استعمالك. في كمان طريقة تونة انا كنت نزلتها قبل كده على القناة، اللي هي تقعد 5 ايام وبعد كده ناكل منها. طريقتها جميلة جدا. بس طبعا هناكل منها زي ما احنا قلنا بعد 5 ايام، لان بنعمل لها محلول ملحي وعقبال طبعا ما يتشرب منه المحلول الملحي عشان ياخد فيه كويس اقل حاجة لمدة 5 ايام. لكن اللي انا عاملاه دلوقتي ده سريع جدا. الطعم بجد جميل جدا، وكفاية اللي هو انضف من بره، وكفاية اللي هو مفهوش اي مواد حافظة. يا رب طريقة التونة البسيطة دي تكون عجبتكم. يا رب دايما عقبال كل فيديو واحنا مع بعض. باي باي.